لو سخنت ميه هتلاقيها بتتحرك لوحدها. تفتكروا ليه؟ وازاي الحركه دي هي اللي بتخلي المطر ينزل؟ تعالوا نشوف مع بعض سر الكونفكشن كارنت والووتر سايكل. انا ايه عفيفي، والنهارده ان شاء الله هنبتدي ناخد الدرس الرابع في ساينس جريد 6، وهو بيتكلم على الكونفكشن كارنت والووتر سايكل. دلوقتي خلينا نفتكر بس اللي احنا اخدناه الدرس اللي فات. قلنا ان الكونفكشن ده عباره عن ايه؟ ده نوع من الهيت ترانسفير، يعني نوع من او طريقه من طرق نقل الطاقه. ان الهوت موليكولز اللي هي الجزيئات اللي بتكون السخنه بتكون الدنسيتي بتاعتها قليله فبتتحرك لفوق، والكولدر موليكولز مور دنسيتي فبتتحرك لتحت، بتنزل لتحت. وان الكونفكشن والجرافيتي فورس بيأثروا على حركه الميه في الووتر سايكل. الكونفكشن والجرافيتي بيأثروا على حركه الميه في مين؟ في الووتر سايكل. هنا جايبين اكتيفيتي بقى. الاكتيفيتي ده المفروض ان احنا هنعرف منه تأثير الجرافيتي والكونفكشن على الووتر سايكل. اولا جبنا هوت ووتر وكولد ووتر، جبنا بيكر هنا في هوت ووتر وفي كولد ووتر. طيب وجبنا تو سيميلر جلاس جار، يعني اتنين بيكر كده او كوبايتين، الكوبايتين دول يكونوا قد بعض. وكمان جبنا زي حوض صغير، تمام. وبعد كده جبنا الفود كالرينج، الوان طعام. الوان طعام دي جبنا اللون الاصفر واللون الازرق، وبلاستيك شيت يعني عباره عن يعني زي ورقه بلاستيك كده رفيعه قوي. تمام، احنا كده عرفنا التولز بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الكوبايتين دول اللي احنا قلنا عليهم اللي هم قد بعض، وهنصب في واحده فيهم الميه السخنه وواحده فيهم الميه البارده. تمام كده. يبقى احنا هنصب الميه السخنه في واحده والميه البارده في واحده. اوكي. في الخطوة التانية احنا هنضيف لون الطعام، يعني جبنا لون الطعام هنا اللي هو اللون الاصفر واللون الازرق، وصبينا اللون الاصفر على الهوت ووتر واللون الازرق على الكولد ووتر. طيب بعد كده عملنا ايه؟ رحنا حاطين الجار بتاع الهوت ووتر ده في الحوض او الطبق الكبير اللي احنا جبناه. اوكي. وبعدين غطينا الكولد ووتر بثين بلاستيك شيت، يعني الورقه البلاستيك دي حطيناها على مين؟ على الكوبايه اللي فيها الميه البارده. يبقى احنا دلوقتي جبنا الكوبايتين، صبينا الميه السخنه في واحده والميه البارده في واحده، وبعدين رحنا بعد ما ضفنا كده بعد ما حطيناهم رحنا ضايفين عليهم لون الطعام، اللون الاصفر على الميه السخنه واللون الازرق على الميه البارده. بعد كده رحنا جايبين الميه السخنه دي اللي هي اللي في الكوبايه ورحنا حاطينها في الحوض اللي احنا قلنا عليه، والكوبايه اللي فيها الميه البارده حاطين عليها البلاستيك. اوكي. طيب بعد كده هيحصل ايه بقى؟ هنبتدي ان احنا نجيب الجار او الكوبايه اللي فيها الميه البارده، واحنا طبعا قافلينها بالبلاستيك دي، هنحط ايدينا عليها ونقلبها ونحطها على مين؟ على الكوبايه اللي هي لونها الاصفر اللي هي فيها الميه السخنه. تمام. خلينا نلاحظ بعد كده بقى ايه اللي هيحصل. هنبص نلاقي ان اللون ابتدى يتكون عندي لون اخضر. طبعا احنا هنا في سيبريتر. السيبريتر دي اللي هي او ماده او الحاجه الفاصله اللي هي البلاستيك شيت اللي احنا كنا حاطينه اللي هي الورقه البلاستيك. هنبتدي نشد الورقه البلاستيك تدريجيا، بمجرد ما نشدها هنلاقي لون ابتدى يظهر عندنا. ايه اللون بقى اللي موجود هنا؟ بقول لك هنا في الاوبزرفيشن او في المشاهده ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل ان اليلو اند بلو ووتر ار ميكسد، ان هما الاثنين دول هيحصل بينهم هيبقوا ميكتشر، يعني هيبقوا خليط، وهيديني مين؟ اللون الاخضر. وهنكرر الخطوه دي بس المرة التانية في ان احنا دلوقتي عملنا العكس، حطينا المية السخنة فوق والمية الباردة تحت. لاحظنا ايه بقى؟ احنا هنا لاحظنا ايه في الصورة دي؟ هل حصل اتكون عندي اللون الاخضر؟ لا. يبقى اللون الاخضر ده او الميكس اللي حصل بين الاتنين ما حصلش الا في حالة واحدة، لما كانت المية الباردة هي اللي فوق والمية السخنة هي اللي تحت. طب ده معناه ايه؟ المية السخنة هي اللي تحت زيها زي الهواء. المفروض ان قلنا لما الحاجه بتسخن الدنسيتي بتاعتها بتقل. يعني ايه الدنسيتي بتاعتها بتقل؟ يعني الكثافه بتاعتها بتقل، وفي الحاله دي بتبتدي بقى ايه؟ تخف وتطلع لفوق. فهنا الميه اللي كانت سخنه موجوده تحت، بمجرد ما شلنا الشيت ده ابتدت تطلع لفوق لانها الاخف، والميه البارده ابتدت تنزل لتحت، ودي طالعه فوق ودي نازله تحت، اختلطوا ببعض وعملوا في المنطقه دي اللون الاخضر. طب ده ما حصلش هنا ليه؟ لان احنا الميه البارده تحت، واحنا ده الميه البارده طبيعي تبقى تحت لان هي اتقل، والميه السخنه فوق، فالميه السخنه دي المفروض ان هي اخف فطبيعي تبقى فوق. عشان كده ما حصلش ايه؟ اي خلط بينهم، وفضل الوضع زي ما هو كده بالظبط، زي ما هو عليه، ما حصلش اي تغيير. يبقى التفسير تاني ان حصل حاجه اسمها الكونفكشن كارنت، هي حركه الميه
من تحت لفوق، من فوق لتحت، دي اسمها الكونفكشن كارنت. والكونفكشن كارنت دوت are the reason for the mixing of water in case 1 with the water of molecules اللي هي less density rise upward، اما الكولدر دي اللي هي الدنسيتي بتاعتها اكتر fall downward. يبقى الميه حصل الكارنت اللي هي الحركه بتاعت الميه لفوق الدافيه والميه البارده تنزل لتحت، دي اسمها كونفكشن كارنت. تمام. وان حصل بقى ان دي بتطلع لفوق ودي بتنزل لتحت، حصل الميكس في الالوان. اوكي. يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ التقيله اللي هي الميه الاتقل اللي هي البارده نزلت لتحت بفعل الجاذبيه. يبقى احنا كده عرفنا مين؟ تاثير الجرافيتي. عرفنا ايه؟ تاثير الجرافيتي. اوكي. يبقى دلوقتي ان الكولدر ووتر موليكيولز اللي هي المور دنسيتي fall down by the help of gravity. تمام. يبقى الكونفكشن كارنت كان السبب في الميكس بين الووتر الهوت مع الووتر الكولد. الووتر الهوت طلع لفوق والووتر الكولد نزلت لتحت بفعل الجاذبيه. خلاص. طيب النوت ميكسينج اوف ووتر يعني الميه اللي ما حصلش فيها اي اختلاط ببعض، ده نتيجه لان الهوت ووتر موجود فوق وهو الدنسيتي بتاعته فعلا خفيفه زي ما قلنا، والكولد ووتر موجود تحت ودي الدنسيتي بتاعته اتقل، فبالتالي بيبقى موجود تحت فهو ستيل في مكانه، وطبيعي مش هيحصل اي اختلاف. الكونكلوجن بيقول ان الكونفكشن كارنت والجرافيتي دول الفاكتورز اللي بتاثر على مين؟ على حركه الميه في الووتر سايكل. ان دي بتيجي كومبليت. الكونفكشن كارنت والجرافيتي بتاثر على الموفمنت يعني حركه الميه في الووتر سايكل. طيب خلينا نحل السؤال ده. complete the following sentence by using the words below. less with gravity rise up upward و more will fall down. convection and the force that affect the movement of water. يبقى convection and gravity. اوكي. طيب دي gravity رقم 1. السؤال الثاني the hot water molecule which have الميه السخنه الدنسيتي بتاعتها بتكون ايه بقى؟ less density. دي كده رقم 2 وبتكون rise upward دي رقم 2 برضو. طب الكولد ووتر بيبقى more ادي كده رقم 3 وفول داون اللي هي رقم برضو 3. خلاص. يبقى احنا كده اتفقنا وفهمنا convection current لحركة المية السخنة لفوق والباردة لتحت، والجرافيتي هما اللي بيأثروا على مين؟ على الووتر سايكل. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي هنتكلم على الارث ويند. الارث ويند اللي هي الرياح اللي على كوكب الارض. Earth has a global wind system. Earth has a global wind system that consists of wind and blow at constant direction over a long period of time. يعني الأرض ليها سيستم خاص بالرياح، ودوت بيحدد اتجاه الرياح، يعني ان الرياح تتحرك في اتجاه معين في فترات زمنية معينة. تمام. طيب how does the global wind affect the weather and climate؟ يعني ازاي الجلوبال ويند دي بتأثر على الويذر والكلايمت اللي هي الطقس والمناخ؟ طبعا احنا عارفين ان الويند هي المين فاكتور in determining the weather and climate، يعني هي العامل الاساسي اللي بيحدد الطقس والمناخ. ليه بقى؟ لان الويذر دي الويذر والكلايمت عشان اقوله اول حاجه بنتكلم فيها حركه الرياح، والرياح دي هي المفروض بتشيل الحراره والمايستشر الرطوبه والرين الامطار والسنو اللي هي التلج والدست الغبار او التراب او الاتربه يعني، والساند اللي هي الرمال. فبالتالي حركه الرياح هتبقى مهمه جدا في تحديد الطقس، حاله الطقس وحاله المناخ. اوكي. طيب عشان كده اي تغيير في الويند فبالتالي هيتغير المناخ والطقس في المنطقه دي. طب ايه العوامل اللي بتاثر على الويند دايركشن؟ احنا هنا بنقول اتجاه الرياح، لازم نكون عارفين اتجاه الرياح. ايه بقى العوامل اللي هتاثر على الويند دايركشن؟ اول حاجه دي amount of solar radiation اللي بتوصل للارض، يعني كميه السولار راديشن اللي بتوصل. الحاجه الثانيه الروتيشن اوف دايرز. طب انا مش فاهمه يعني ايه كميه السولار راديشن اللي بتوصل وايه علاقتها اصلا بالويند؟ خلينا كده نفتكر مع بعض. طالما قلت سولار راديشن يعني في ميه بتتبخر، الميه اللي اتبخرت دي هتطلع الووتر فيبر ده هيتحرك لفوق، والميه والهواء البارد ده هيبتدي ينزل لتحت، يبقى الهواء السخن هيطلع لفوق والهواء البارد هينزل لتحت. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت الكارنت الكونفكشن كارنت. يبقى انا كده تسببت في الكونفكشن كارنت، وبالتالي في هواء هيتحرك، وبالتالي يبقى انا عملت الويند. يبقى الرياح العوامل اللي بتأثر على اتجاهها الكمية السولار انرجي اللي بتوصل للأرض. الحاجة التانية هي مين؟ حركة الأرض. تمام كده؟
لازم نركز في الأسئلة دي ونعرف، لأن هتيجي واحنا بنحل هنبص نلاقي السؤال ده موجود كتير. factors which determine the wind direction. طيب السؤال اللي بعده how does the wind form، يعني ازاي الويند بتتكون. هنعيد الكلام تاني، ان المفروض ان الويند بتنتج لما الورم اير اللي هي الووتر فيبر بيتحرك لفوق، وطبعا بيتحرك فوق بفعل السن راديشن اللي هي تأثير الصن. طب يجي بعد كده يبتدي يحصل ريبليسمنت ليه، يعني ينزل مكانه كولر اير اللي جاي من المناطق التانية. خلاص، يبقى انا دلوقتي كان عندي في المنطقه هواء سخن، الهواء السخن ده طلع لفوق، فكميه الهواء اللي موجوده في المنطقه دي بتقل، فيجي لها هواء يعوضها من مكان تاني، هواء بارد. فالهواء اللي بارد ده هو بمرور الوقت بقى بيعوض مين؟ الورم اير اللي طلع. انا كان اللي حصل عندي ان في هواء سخن طلع لفوق وحل محله هواء بارد من مناطق تانية نزل لتحت. طب الهواء اللي بارد ده هيلمس سطح الارض، طب لما يلمس سطح الارض، هو سطح الارض سخن، فلسطح الارض السخن ده هيسخن الهواء اللي موجود، فبالتالي الهواء هيكون ايه؟ دراي، هيجف. ولما هيجف هيديني بقى الدراي اير ده هيكون لي مجموعة كبيرة من الصحاري الديزرت حوالين مين؟ حوالين الارض. تمام. وبعد كده يبتدي يرجع تاني الهواء لمكانه الاساسي، ونفضل بقى في السايكل دي كده على طول. الهواء السخن يطلع لفوق، يجي مكانه هواء بارد من منطقة تانية، الهواء اللي بارد ده يبتدي ينزل لتحت، فبيعمل لي convection current. بمجرد ما يوصل لتحت هيسخن، هيبقى دراي، وهيكون لي الصحاري، وهكذا. وهنا السؤال بيقول how does the energy from the sun drive the cycling of wind and water around the earth. يعني ازاي الانرجي بتاعة الصن اللي هي السولار انرجي بتسبب الحركة السايكلينج اللي هي الحركة المستمرة لمين؟ للويند والووتر. نرجع تاني للي احنا قلناه قبل كده، ان درجات الحرارة على سطح الارض كلها بتبقى مختلفة. طب اختلافها نتيجة لايه؟ للتوزيع الغير متساوي لدرجة الحرارة، يعني أشعة الشمس. ازاي؟ يعني احنا قلنا في مناطق بتوصل لها أشعة الشمس بتنزل عليها perpendicular، فبالتالي بتكون very hot. أماكن تانية بتكون inclined أو slanted، فبنقول عليها warm. وأماكن تانية بتكون very inclined أو very slanted، فبنقول عليها cold، بتبقى عند البولز. فهنا توزيع الحرارة غير متساوي. توزيع الحرارة غير متساوي ده هو اللي بيخلي الهواء السخن اللي موجود عند الايكواتور اللي عند خط الاستواء يطلع لفوق ويتحرك ناحية البولز، والهواء البارد اللي من عند البولز ينزل لتحت. تمام كده عند الايكواتور لغاية ما يجف ويبتدي يكون لي مين؟ الكونفكشن كارنت. خلاص، يبقى احنا كده الويند سايكل كده عرفناه. تمام. وبرده الووتر سايكل لان احنا متفقين ان هم مرتبطين ببعض. تيجي الويند بقى اللي اتكونت دي تحرك الهواء اللي بيحتوي على الووتر فيبر من مكان لمين؟ للتاني، فتعمل مين؟ الووتر سايكل. تمام. يبقى الان ايكوال هيتنج يعني التوزيع الغير متساوي لاشعه الشمس اللي بتوصل للارض ده بيسبب ان تكوين الرياح. ازاي؟ ان المفروض ان الهواء السخن بيطلع لفوق والهواء البارد بينزل لتحت، يبقى السخن بيطلع لفوق والبارد بينزل لتحت. طب البارد اللي بينزل لتحت دوت بيجي ناحيه الايكواتور فيسخن فيروح طالع تاني، وهكذا. فده بيكون لي مين؟ الكونفكشن كارنت. تيجي الرياح اللي اتكونت دي بقى تشيل الووتر فيبر وتنقله من مكان للتاني، فتتسبب في مين؟ في الووتر سايكل. طيب دلوقتي السؤال بيقول what would happen if there is no wind on the earth. يعني ايه اللي هيحصل لو انا ما عنديش رياح على سطح الارض؟ طبعا ما عنديش رياح يعني ما عنديش هواء بيشيل السخونة من مكان يوديها لمكان، فما بتتوزعش، فبالتالي المنطقة او البرودة طبعا، فبالتالي المنطقة اللي هتكون فيها درجة الحرارة عالية هتبقى عالية زيادة عن اللزوم. يعني المناطق اللي عند الايكواتور دي هتبقى extremely hot. تمام كده. والمناطق اللي عند التو بولز هتبقى completely freeze، يعني دي هتبقى درجة الحرارة فيها عالية جدا جدا، ودي هتكون في حالة تجمد كامل. تمام. ده غير ان الظروف دي بقى بالمنظر ده الكائنات اللي عايشة في المناطق دي مش هتقدر تستحمل. فهيحصل ايه بقى؟ ان الايكو سيستم هيتغير، وبعض الايكو سيستم ممكن يبقى disappear completely، يعني يختفي بشكل ايه؟ يختفي بشكل كامل. تمام. طيب تعالوا نشوف الأسئلة اللي موجودة دي. complete the following sentence by using the word below. earth, weather, wind and solar radiation. The factors that determine the wind direction. يعني العوامل اللي بتأثر على الwind direction are the amount of A that reaches the sun and the rotation of A. طبعا amount of solar radiation and rotation of the earth. وبعد كده السؤال التاني
نقط is the main factor in determining not and climate. طبعا هنا ايه and climate يبقى weather طبعا. اوكي، يبقى مين اللي بيتسبب في تحديد الكلايمت والويذر؟ هي الويند، هي مين؟ الرياح. وبكده نكون خلصنا الدرس وخلصنا الكونسبت. اتمنى يكون الشرح عجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب. سلام.